إخوانكم بالمدن الأوروبية رحتوا ترقصون. أنتم لو فيك خير طول لسانك هذا كان دافعت عن قضيتك ووقفت مع اللي وقف مع قضيتك، لكن أنتم فيكم العرق الفاسد. زين، العرق الفاسد. بس ثواني قفل على اساس ما اعطيك انا بالجزمه وانزلك، لان هذا قدركم انتم قدركم دائما عند الجزم. لا بس اسكت. طيب اكتم على اساس اربيك واعطيك. اسكت على اساس اربيك، لانه مبادره الخليج انقذتكم. انتم لو فيكم خير كان صوتك. عساف اكتم عساف. اكتم هذا. اكتم. ايوه انزل. شوفوا هذا اخواني العرق الفاسد. هذا العرق الفاسد، هذا النتاج الهجين مثل الهجين اللي بالجزائر، اللي فرنسي مع جزائري، ويطلع لك هذا هو نتاجه. هذا متاجر. شوف يقولك والله اللي ضيعت واللي باعت القضية هي المبادرة الخليجية. يا شباب ابو عبد الله جاك تحذير، تعال بحساب ثاني. تفضل. طيب انا بقول لي شيء الغبي هذا اللي يقول المبادره الخليجيه هي مبادره الملك عبد الله. طيب لما انت تتكلم عن المبادره هذه، المبادره اذا ما تعرفها اقر يعني كلف فيها حتى من صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل والشيخ صباح الاحمد، عندما كانوا اثنينهم وزراء للخارجيه. تفضل ابو عبد الله، تبي تكمل؟ ايه، فاقول لك المبادره الخليجيه اصلا هي كلها من اجل اللي هو تحريركم يا عبيد يا عملاء يا خونه. لكن انتم هذا القضيه هي تجاره لكم، هي متاجره، لانكم انتم تربيتوا على بيع اراضيكم من اكثر من 55 سنه. تبيعون أراضيكم وتهزون وترقصون. ما شفت منكم واحد، هذا أنتم 8 مليون أو أكثر بالخارج، ما شفت منكم واحد راح وتظاهر، أو الجالية اجتمعتوا وتظاهرتوا والله عند السفارات الصهيونية أو الدول اللي تدعم القضية، تدعم الكيان الصهيوني. ما شفتكم. كل هجومكم على الدول اللي تقدم لكم وتحاول إنها تنقذكم من الوحل، تحاول انها تربيكم، تعيد تأهيلكم، لكن انتم ولدتم عبيد، ولدتم عملاء، ولدتم خونة، لان ابوك قبلك. هذا هو النتاج الان. شوف الان كلكم متاجرين. لو فيكم خير كان قلت والله دول الخليج والله وقفت. تعال خلينا نشوف والله تركيا اللي والله داس رأسها الان ما طلعت نهائيا. تركيا ليش ما طلعت نهائيا بالقضية هذه؟ لإيران وينها؟ حسن نصر الله واللي انت حاطه هذا الإرهابي اللي ربوه الكيان 18 سنة، ربوه الكيان وأطلقوه مثل الكلب. الآن مثل الكلب أطلقوه. ليش ما قلت تعال يا اسماعيل هنية، ليش سويت بقضيتنا؟ ليش دمرتنا؟ ليش الضحايا؟ تعال انت يا ابو عبيده يا ابو الانفاقي الجرذي، ليش تختبي مثل الجرذان بينما الاهالي غزه على الارض يقاتلون ويواجهون مصيرهم؟ ليش تخليهم كذا؟ ليش تخليهم؟ لكن انتم ما فيكم خير، انتم من دمر قضيتكم، انتم من باع قضيتكم، انتم اصلا وباء على كل الدول العربيه. انتم وباء. ولا السعوديه والخليج وش معلق انا يعني مستفيد من قضيه فلسطين؟ اعطني فائده واحده تستفيدها الدول الخليجية من قضية فلسطين. ما في نهائيا. هي واقفة مع القضية إنسانية، واقفة مع القضية كحرية الشعب اللي أنتم متاجرون فيه. لكن هذا هو ديدنكم. والله الخليج والله باعنا. مو أنت متعود على البيع والشراء لأنك عبد. أنت متعود أحد يبيعك ويشتريك، بائع ومشتري. فعلا أنا ما